السلام عليكم، ايه الاخبار؟ عاملين ايه؟ اتمنى تكونوا بخير. اول فيديو على القناه ديت، وان شاء الله بدايه موفقه ليا ولكم بعون الله. ثقه في الله، ان شاء الله نوصل لليفل كبير قوي على القناه ديت بعون الله، لان بقى الواحد بقى فاضي عكس الاول على كذا قناه، وان شاء الله مستمر على القناه دي بشكل رسمي وبشكل يومي ان شاء الله. ففي الاول كده صلي على النبي، وما تنساش تشترك في القناه وتفعل زر الجرس وتعمل لايك للفيديو ده عشان ننتشر اكتر واكتر بعون الله. طيب النهارده راجعين بفيديو استعراض اكونتي، علشان في الايام الجايه هننزل ان شاء الله صعود بقى ديفيجن، ورحله البحث ورحله المعاناه والشرطتين الدفاع والخمسه الدفاع والحاجات الجميله اللي احنا بنشوفها ديت، والتشتيت طبعا والحاجات اللي مطلعه عيننا كلنا. طيب انا بلعب طبعا في الاول بلعب باسلوب لعب كره طوليه مضاده او لونج بول كونتر. بلعب ب 4 2 2 2. بلعب ببيتر تشيك طبعا في حراسه المرمى. بلعب بمدافعين، واحد بيلد اب وواحد ديستروير. بلعب بكافو ظهير، طبعا ظهير هجومي جدا بيهاجم كتير. وبلعب بظهير دفاعي اللي هو كوستاكورتا، بيقف مكانه او بيدعم الخط الدفاعي يعني. طيب بلعب بدفندر اللي هو ديفيز، وبلعب بلعيب محوري اللي هو بلينجهام. واوقات كتير بنزل انجولو كونتي مكان مكان بلينجهام، علشان يسند مع الخط الدفاع لو هلعب ماتش تقيل او لو هلعب قصاد فرقه قويه. طبعا كانت نص صناع لعب بلعب بيوهان كرايف، وبلعب ببيليه، وبلعب في الهجوم برومانيجي ورود خولت. واوقات كتير بقلب بيليه برود خولت، بخلي رود خولت هو صانع اللعب وبيليه هو المهاجم التاني مع رومانيجي، على حسب برضو سر الماتش، وعلى حسب هل انا محتاج سرعات في الهجوم ولا محتاج حد يخبط وواحد كده يشيل زي رود خولت. طبعا بره بقى معايا تشكيله جامده جدا بره بصراحه. عندي ايدن هازارد وبوشكاش وليونيل ميسي وشيفشنكو اللي انا مش مقتنع بيه خالص، وعثمان ديمبلي وامبابي وباتيستوتا المجاني. 7 لعيبه هجوم بره جامدين جدا بصراحه، علشان بقى طبعا على حسب الاسهم وعلى حسب انا حابب العب بمين في الماتش ده. ويعني ساعات كده ماتش بقى ضربه معايا ان انا العب ببوشكاش، ماتش انا بقى ضربه معايا ان انا العب بعثمان ديمبلي، وهكذا. اوقات كتير ببقى طالبه معايا ان انا العب بباتيستوتا. وعندي طبعا انجولو كونتي وبدري وكانافارو بره لتدعيم الخط الخلفي ان شاء الله. فدي التشكيله، فاكتب لي تحت في التعليقات رايك ايه، ولو انت مكاني تشيل مين وتحط مين مكانه. يا ريت يا ريت يا ريت يا ريت، لان انا بحب اسمع لراي الناس كتير جدا بصراحه. بس ده كان الفيديو، زي ما قلت لك اشترك في القناه وفعل زر الجرس واعمل لايك واعمل كومنت للفيديو ده، وان شاء الله منتشرين بشكل اكبر بعون الله في الفتره القادمه. فانا بشكركم، سلام عليكم يا ابطال.